اليوم اللي كيبا أحرج مدربه قدام العالم كله في نهائي الكأس. الكل كان مصدوم وما يصدق اللي يشوفه. في مباراة ضد مانشستر سيتي، المدرب موريتسيو ساري طلب من كيبا يطلع من الملعب، لكن كيبا رفض. ساري انفجر غضب وصرح عليه يطلع فورا، خصوصا ان الحارس البديل كان جاهز يدخل، ومن داخل مرماه كيبا كان يصرخ انه بخير ويطلب من الكل يوقف ازعاجه. رغم محاولات الطاقم الفني رفض يطلع بشكل قاطع، ولا حد قدر يجبره، لا الحكم ولا المدرب. في قوانين الكورة إذا اللاعب رفض التبديل ما تقدر تسحبه بالقوة، وهذا اللي صار. الحكم حتى شرح لساري الموضوع. ساري رجع وجلس على الدكة وهو مولع غضب، مو مستوعب اللي صار قدامه. وفي النهاية مانشستر سيتي فاز بالمباراة. ملامح كيبا بعد المباراة كانت تقول كل شيء. كان واضح انه استوعب انه ارتكب غلطة كبيرة، غلطة كلفت فريقه كثير. تشيلسي عاقبه بسبب قلة الانضباط، وساري ما سامحه ابدا. ومن ذاك اليوم كيبا صار اغلب وقته على الدكة الى ان رحل عن النادي. ذاك اليوم دخل تاريخ كرة القدم.